السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في أتم الصحة وفي أحسن حال. بسلم على كل متابعيني من جوه مصر من بره مصر. ربنا يخليكم ليا وقدمكم الله نعمة في حياتي وما نحرمش العمر الطويل منكم يا رب. ربنا يخليكم ليا يا رب. جمهوري المحترم، طبعا بدعي دعوة حلوة من قلبي ينصر اخواتنا في فلسطين ويجعلها هدنة سعد وهنا عليهم يا رب. يا رب تم فرحتهم على خير يا رب، واحميهم واحفظهم، وكفايه كل اللي جرى لهم يا رب. يا رب هد الاحوال عندهم يا رب اخواتنا في فلسطين. اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتكى بالذريه الصالحه. اللهم ارزق كل بنوته بالزوج الصالح. اللهم ارزقنا الستر والصحه وراحه البال، وكفينا شر الغل والحقد والحسد، واشف كل مريض واسترها معانا دنيا واخره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بحبكم كلكم، كل حبايبي في الله. بحبكم بحبكم بحبكم، ربنا يخليكم لينا. هنا وانا بنفض الستاره وقعت، فطبعا ابو احمد انتوا عارفين ان هو بص، ابو احمد بيقول يا رب، يا رب على كل ظالم. انا قعدت اضحك ضحك. يا رب على كل ظالم يا رب. بصوا، عايزه اقول لكم، عمال بيضحك واقول له انا اصلا هشيل الصوت، انا هشيل الصوت، انت عمال بتضحك في مين؟ المهم ربنا يا رب يسعدكم ويفرحكم يا رب ويهنيكم ويكتب لكم الفرحه والحب والسعاده وكل حاجه حلوه. طبعا هو هنا علق لي الستاره. انا عايزه اقول لكم يعني ابو احمد هو السلم بتاعي هنا في البيت بصراحه. انا بطلع عليه في كل حاجه، اي حاجه تزني فيها اقول له يا ابو احمد تعال. انت عارفين ان ابو احمد طويل وكده، فيقدر يعني صاحب المهمات الصعبه. هو بصوا يعني اقول لكم ايه، بيقول لك الطول هيبه والقصر خيبه. فعلا الطول هيبه والقصر خيبه، بس الحمد لله على كل حال. سبحان الله، ربنا يا جماعه لما بيدي، لما يعني يقول لك كل حله بتنادي على غطاها. يعني كل واحد بيبقى شبه حد، سبحان الله تلاقي ايه، يعني واخد اللي زيه. في ازواج كتيره فعلا ما هم شبه بعض خالص، ما هم شبه بعض خالص، بس بتلاقي فيهم حاجه مكمله حاجه، حاجه مكمله حاجه. ممكن تلاقي واحد طبعه صعب، تلاقي التاني طبعه ايه، يعني متهاون شويه. يعني فاهميني ازاي؟ يعني عشان كل يعني يعدي للتاني. يا جماعه، ما هو لو كل واحد مسك للتاني على كل غلطه يبقى الحياه المفروض يلا بالسلام. لو كل واحد مسك للتاني على غلطه يبقى الحياه مع السلامه. واللي بيبقى ما بينهم عيال لازم يستحملوا ولازم يعدوا، الدنيا ياما بيحصل فيه. قسما بالله قسما بالله انا عايزه احكي لكم حكايه حد قريب مني، يمكن اصور معاها قريب، هي عزماني عندها في بلد جنبنا هنا. هي نفسها ان انا اروح اقضي معاها يوم، وانا ان شاء الله اروح اقضي معاها يوم. عايزه اقول لكم القصه بتاعتها. ان هي متجوزه في بيت وكده، بيت عيله. فكان في مشكله مع سلفها واخوها، سلفها اللي هو اخو جوزها واخوها هي. فهما الاتنين يعني بيتعاتبوا يعني بيتعاتبوا في الشارع، فصوتهم عالي. فجه ابوها يعني ايه بيقول لهم لا وطوا صوتكم ما ينفعش. بيقول لابنه انت اختك في البيت عندهم، فما ينفعش وكده ان احنا نزعق ونغلط فيها عشان اختك عايشه عندهم في البيت. جه التاني يعني جه التاني قال له وانا ما بيهمنيش من حد ان كانت بنتكم عايشه معانا في البيت ولا مش عايشه معانا. المهم يعني الكلام ما عجبش حد. فطبعا يا جماعه هو يعني زق الراجل اللي هو ابو الست اللي هي عزماني عندها، زقه زقه قصدي زق الراجل، يعني ما يعرفش ان الزقه دي هتموته، فالراجل مات. زقه بسيطه خالص، الراجل مات. طيب، هي معاها 3 اولاد. كانت ممكن تقول لك ايه ده يعني ده في البيت ده سلفي ده هو اللي تسبب في موت ابويا، هو اللي السبب، لانه الزقه سبحان الله هو ممكن ده عمر الراجل خلص لحد كده. بس هي جت بقى ان هو زق مين؟ زق والدها. فلما زق والدها وقع، بس مش وقع يعني هي مش واقعه، لا اتخبط ولا هو، بس هو وقع مات. ما تعرفوش بقى هو السبب كان كده. المهم اتنازلوا لان خلاص هما مؤمنين ان ده قضاء الله، لانه مش زقوا زقه موت، بس هي الزقه اللي جاب يعني سبحان الله هو عمره خلص في الحته دي. فالمهم يعني ورجعت وعاشت في البيت تاني ومفيش اي حاجه وعايشه كويسه مع جوزها وبتحب جوزها وجوزها بيحبها. طب يا جماعه، ما واحده غيرها كانت ممكن قالت له ولا انت ولا ابوك ولا امك ولا عيلتك ولا اخوك ولا اختك ولا اي حاجه، ده انا ابويا مات بسبب المشكله دي، صح ولا لا؟ بس هي اتخاضت يعني خاضت المشكله وقالت انا عايزه اعيش عشان اربي ولادي عشان كذا. واحنا مؤمنين ان حتى لو كان ابويا مات بسببهم، ففي رب الكون ان شاء الله يخلص باذن الله. وربنا رب يعني رب قلوب ورب عادل يا جماعه، هو اللي عالم ما بداخل يعني اللي مات ده. يعني انا اللي كتبت عليك الموتة دي انك تموت في الوقت ده، او اللي السبب اللي كنسل فيها لما هو زقه وقال له خلاص بقى يا عم الحاجه، انا لا بيهمني لا ايه، لا احنا في الشارع ولا اخوها ولا مش اخوها. انتوا فاهميني ازاي؟ طبعا المبدأ غلط.
وانا رافضه المبدا ورافضه طريقه الكلام ورافضه الاسلوب ورافضه ان النقاش يوصل لاي حد. يا جماعه بصوا، النسب ده عامل زي اللبن، عامل زي اللبن. لو جيتي بس عفرت اللبن، اللبن بيبان فيه العفره ولا لا؟ خلاص، باظ، باظ، هو انتهى. فهو النسب ده زي اللبن، سهل انه يتعكر بسرعه جدا جدا جدا. بس في ست بقى سبحان الله ربنا بيبقى مديها عقل كده، تقول لك ايه مثلا، انا عايزه اعيش عشان خاطر ولادي. ما البيوت يا ما بيحصل فيه، يا ما بيحصل فيه. يعني انا هاخد مثلا جوزي بذنب اخوه؟ لا، انا ابعد وخلاص وكل واحد يبقى في حاله. وطبعا بعدت سنه واتنين وتلاته وفي الاخر رجعت برضو مرجوعها للبيت. يعني برضو كانت بعدت بس بعدت في بلد، يعني عاشت في بلد تانية عشان المشاكل، لان الناس طبعا ساعتها دولت اللي السبب وسلفك السبب ومش السبب. الناس يعني واكلين وشها، في نفس الوقت هي بتقول جوزي طيب، جوزي طيب وجوزي محترم. انا اعمل ايه يعني؟ انا ذنبي ان اخويا وسلف هما الاتنين، فالسبب كان ان الزقه دي ان ابويا راح فيها. طب انا اعمل ايه؟ انا ذنبي جوزي في ده كله ايه؟ انا ذنبي عيالي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ انتوا انتوا فاهمين ازاي؟ فعجبني فيها قوه صبرها وتحملها وان هي عالجت الموضوع، وعالجت الموضوع بشكل حلو جدا يا جماعه. ربنا يحفظكم ويحفظنا وينجيكم وينجينا، ولا يكتب علينا حاجة وحشة من دي. قسما بالله الواحد لما بيسمع كل يوم الحكايات ده، هو انا عندي مشاكل ايه؟ هي دي مشاكل؟ لا الحمد لله. اقول هو انا عندي ايه وانا اجي في فلانة ايه ولا اجي في فلان ايه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. وبعدين يا جماعة انا عندي ام عاقلة جدا، يعني ربنا يا رب يديها عقل على عقلها ويشفيها ويعافيها. يعني امي دي لما تيجي مثلا، هي عشان فاتحة محل سمك وكده، وامي من النوع الطيب اللي حنينه، اللي تقعد تطبطب على اي حد يجي لها وحاسه بظروفهم. قسما بالله انا حاسه ان هي اللي بتطلع من جيبها تديهم، مش هم اللي بيدوها. فالمهم حاسه بظروفها، بظروف الناس جدا جدا يعني. فالمهم ايه، لما يجولها بقى ايه واحده تعيط مثلا او تشتكي حماتي او جوزي او مثلا اهلي، ما في ست يا جماعه بتبقى مش مرتاحه مع اهلها، اهلها اللي هم اهلها ومش مريحينها. فلما تيجي تحكي، فتيجي ماما بقى لما انا اجي اتكلم ولا كده تقول لي اسكتي يا شيرين، والله ده في كذا وفي كذا وفي كذا، انتك منك قاعده في البيت ما بتطلعش، ما انتش شايفه حاجه. يا بنت الشقه وقعدتنا في السوق خلتنا علمتنا حاجات كتيره. وانا برضو يعني تقعد تقولي، وانا برضو يا بنتي انا ما احبش ان انا اجي على حد، ولا احب ان انا اظلم حد. انا ممكن عارفه اللي قدامي ده غلطان فيا، وعارفه انه قايل، وعارفه وعارفه وعارفه، بس انا ساكته، انا ساكته لحد ما كل واحد له طاقه، لحد ما كل واحد بيجيب اخره بقى. فاهمين ازاي؟ فتقولي معلش استحملي، اصبري، اعملي. انا بقول لكم كده يا جماعه، مش عشان ان انا يعني خلاص يعني ان انا بموت، لا يا جماعه، يعني هي بتقعد تديني باور، اللي هي تشحنك للافضل، تشحنك عشان تبقي كويسه، تشحنك عشان ما تخربيش بيتك، تشحنك عشان تبقي حاجه حلوه. بخلاف الامهات اللي ايه، يلا بالسلامه من اول مشكله، ويلا معرفش ايه، ويلا ايه. بص يا جماعة، والله العظيم هي في الأول في الآخر هي قدرة. في واحدة قدرت تستحمل وعاشت، وفي واحدة ما قدرتش. انتوا فاهمين ازاي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهي قدرة والله يا جماعة. فعايزة أعرفكم بس إن في الأول وفي الآخر إن كل حاجة بتحصل في حياتنا دي إحنا لما بنحكي عليها عشان نتعلم من بعض. مش معقولة إن أنا ممكن أحكي لك على حاجة عشان إن أنا قصدي إن أنا بس عايزة أحكي لك وخلاص، أو عشان إن أنا مثلا يعني أنا مش بتكلم عن نفسي، أي حد مثلا يعني إن هو أنا بس عايزة أفتح الموضوع أو أفضح الدنيا أو الكلام ده، لا. انا بحكي لك مثلا او غيري بيحكي عشان تتعلمي، لان من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته، من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته. ربنا يا رب يعني ما يبتلينا بما ابتلى غيرنا. ربنا يرفع مقته وغضبه عننا، ربنا يسترها معنا دنيا واخره، ربنا يعطينا حتى يرضينا. طبعا بشكر كل حبايبي اللي واقفين معايا، واللي يشر احنا معاكي في اي حته، والله العظيم بشكركم من قلبي. ربنا يبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم. عملت ايه يا شر؟ انا هنا طبعا بجهز للاكل اللي انا هعمله في البث المباشر اللي انا طلعت معاكم فيه من المطبخ. والله كان بث مباشر حلو قوي يا جماعه، كان من 3 ايام. طلعت في المطبخ عملت لكم كبد وقوانص وقطعتها كده وعملتها معاكم، وحطيت عليها فصين توم، وحطيت بصلتين حلوين متوسطين، ومعلقه فلفل اسود، ونص معلقه سمنه كده مليانه شويه، وكوبايه ميه، وحطيتهم على النار زي ايه، زي اللي هو كباب الحله كده. وعملت بس طبعا السمكه السنجاري فتحتها زي ما انتم شايفين كده. وقمت عملت السمكه بقى، حشيتها بصل وطماطم وخضره وكزبره ناشفه على كمون على ملح على شطه خضراء على شطه حمراء، شويه حاجات حبشتكنات كده وليمون بقى، وايه دلعت السمك وحطيتها في القارب ودخلتها الفرن. اما بقى ده كنت بعمل ده طبعا كفتة رز دي يا جماعة. انا كان عندي سبانخ، قلت خلاص اعمل طبق سبانخ وطبق رز اللي بايت عندي من امبارح، واعمل 70 كفتة انا اللي اكل بيهم. بص كل ده من بواقي عندنا في التلاجة،
كل حاجه باقيه في التلاجة طلعتها اليوم ده، والحمد لله اتغدينا وملينا بطننا والحمد لله، واحنا احسن من غيرنا، والحمد لله ان احنا بيوتنا مستوره. والله الحمد لله يا جماعه، غيرنا كان قاعد في فيلا، وسبحان الله دي كنت شفته في فلسطين، وقعت عليهم كلها. يا عيني لو تشوف الدنيا واللي فات لك، الدنيا فانيه اصلا. انا عماله اعمل في فيلل وفي براج، ويعني وانا مخصم حد او في حد زعلان مني، او انا اخترت حد وطعنته في شرفه. دي تيجي ايه؟ دي تيجي إيه؟ تبقى قاعد كده ولا قدر الله لا قدر الله تلاقي البيت اتهدى عليك. يعني ده انت مش هتقدر تقول اشهد ان لا اله الا الله، لان خلاص فات الوقت. ولا لما نبقى قاعدين كده عمالين نغلط في بعض ونقل ادبنا على بعض ونهين في بعض، مجرد ان مثلا نشيل ربنا كرمها ولا فتح عليها ولا رزقها بحد واقف معاه، ليه حد يقف معاه؟ نطلع كلنا عليها زي الكلاب ونبهدلها ونعمل ونخلي ونسوي فيه. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه؟ يا جماعة كل واحد بيتكلم كلمة، صدقوني أنا حافظة كل واحد بيتكلم، وعارفة كل واحد بيتكلم قصده إيه وعايز إيه ونيته إيه. بس أنا ساكتة والله، ساكتة وسايبة كل اللي بيتكلم لله رب العالمين. لله رب العالمين. كل واحد اتكلم كلمة هتقعد له، كل واحد قال في حق كلمة هتقعد له. أنا قلت في حقكم كلمة هتقعد لي. أنا مؤمنة إن ربنا ما بقاش سايب للآخر، ربنا ما بقاش سايب للآخر يا جماعة. ربنا عادل ورحمته وسعت كل شيء. ربنا يحمينا ويحفظنا ويسترها معانا يا رب. النهارده الروتين بتاعي يكون عجبكم، وتنظيفي في المطبخ يكون عجبكم، وطبعا تنظيفي برضو في الصاله، وانا شديت الركنه كده وجبت من وراها ونضفت من وراها. كان عندي حبه غسيل في الغساله زي ما انتم شايفين كده، كمان السبت هخلص اللي في الغساله اطلعه وارجع تاني احط ايه، احط دور تاني. هنا بقى كنت انا كنست هنا وطوقت الصاله كده ومسحتها يعني بحاجه، يعني بحط حاجه ناشفه كده، عشان طبعا انتوا عارفين الشتاء ما بنشغلش المروحه، فساعات بيبقى الارض لسه مبلوله، فجبت حاجه ناشفه وقلت ايه اما اظبط الدنيا كده. وهنا طبعا السجاده زي ما انتم شايفين انا لازم امسكها عشان لا تروح ولا تيجي من الركنه، لازم امسكها كده. يا رب اليوم بس يكون عجبكم. انا هنا لقيت فتلتين كده في قلب السجاده، قلت لا انا ما بحبش انا بحب السجاده تبقى بتلمع وبتبرق كده. المهم قمت جايه قلت ايه خلاص، اما الدنيا اصلا متطوقه وناشفه فاخد الفتلتين دول. والله العظيم اليوم كان حلو جدا، عجبني في الروتين وكان خفيف وكان سهل على قلبي كده. سبحان الله يا رب، سبحان الله. تعرفوا يا جماعه النفسيه بتفرق في كل حاجه. لو نفسيتك حلوه سبحان الله هتحس ان انت بتعملي كده الحاجه وانت مطمنه وانت مرتاحه سبحان الله. لكن لما تبقى النفسيه وحشه بتحسي ان انت اصلا مش عايزه تعملي حاجه، مش قادره تعملي حاجه، حاسه ان انت يومك كده معقد. بس عايزه اقول لكم على حاجه، وانت شغاله استغفر، صلي على النبي. ليه بقى؟ لان ساعات الشيطان بيسرح بينا، وانا واحده منكم، بيفكرني بكل اللي شفته، كل اللي شفته. فانا عايزه انسى كل حاجه عشان اركز في الشغل، عشان ربنا يرزقني برزق اولادي ويوسع عليا. ده شغل والله يا جماعه، قسما بالله ان ده الشغل. اوعوا تستقلوا بيه، اوعوا تستقلوا بيه، قسما بالله ان ده الشغل. ادعوا لنا بالله عليكم دعوة حلوة يكرمنا كلنا ويرزقنا كلنا. اركز بقى كده واعمل روتينات حلوة كده تعجبكم. ولو كان روتين النهارده عجبكم فاتمنى ان انتوا تشتركوا كده في القناة وتحطوا اللايك وتقولي تسلم ايديك يا شيرين، الروتين بتاعك كان حلو قوي النهارده، وانت فعلا شكلتيه وخليتي فيه حاجات حلوة كده. اعملي لنا من كده على طول، وانا معاكم. ويا رب يا رب كده تفضلوا منورين حياتي وقناتي وكل حاجة. انا استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.